أحمد رفعت في ذمة الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. أحمد رفعت توفى إلى رحمة الله تعالى عن عمر 31 سنة. كان تعرض لأزمة صحية في مارس الماضي أثناء مباراة نادي مودرن سبورت مع نادي الاتحاد السكندري، وأغمى عليه أثناء المباراة وتوقفت عضلة القلب وتم نقله للمستشفى في محاولة إنقاذه. الطبيب اللي كان بيعالج أحمد رفعت في مستشفى زمزم قال إن أحمد رفعت تعرض لحالة الإغماء دي بسبب صيام رمضان. وطبعا احنا كلنا عارفين ان في التوقيت ده كان شهر رمضان المبارك بدأ، وكان الماتشات بتتلعب بعد الفطار تقريبا ب3 ساعات. المهم حصل له الأزمة الصحية دي، وللأسف الشديد مفيش جهاز انعاش القلب كان متواجد في ملعب المباراة، وللأسف ما بيتمش إجراء فحوصات دورية على الرياضيين في مصر، وبرضه مش واضح النظام المتبع من الأطباء المسؤولين، من الأجهزة اللي يجب أن تتوفر في الملاعب، من إمكانيات المسعفين وعربيات الإسعاف. المنظومة الطبية الرياضية في مصر فيها خلل. لما لعيب ما يتمش إنقاذه في أرضية الملعب زي ما اتعمل مع إريكسن لاعب الدنمارك في يورو 2020، وتم انعاش قلبه في الملعب وإنقاذ حياته بعد ما توقف القلب، في حاجة غلط. من أقل من أسبوعين ظهر المرحوم أحمد رفعت مع الإعلامي إبراهيم فايق في البرنامج اللي بيقدمه إبراهيم، واتكلم عن أزمة نفسية كبيرة جدا اتعرض لها أحمد رفعت من حد من المسؤولين عن الرياضة في مصر دون أن يذكر اسمه. وقال أحمد إن الضغط اللي تعرض له ده سبب له أزمة نفسية وذهنية، وكانت سبب رئيسي في الحالة اللي حصلت له. ما قدرش يقول اسمه، وللأسف لا زال هذا المسؤول في مكانه، ممكن يسبب أذى وضرر لعشرات اللاعبين أو ناس عادية دون محاسبة. أتمنى أن يتفتح تحقيق في مجال الطب الرياضي ومنظومة الطب الرياضي في مصر. أتمنى أن يتفتح تحقيق ويحاولوا يعرفوا مين الشخص اللي سبب أزمة نفسية وصحية لأحمد رفعت، ويتم محاسبته ومحاكمته. وخصوصا أن أحمد أشار إلى أن هيثم عرابي المدير الرياضي لنادي مودرن سبورت عارف القصة وعارف اسم المسؤول ده، فلازم يبقى فيه شفافية ويتم الكلام والتحقيق مع المسؤول ده. أخيرا، مسألة صيام رمضان مسألة ربنا سبحانه وتعالى شرعها وفرضها على المسلمين وحط لها ضوابط، ومن ضمن الضوابط إن المريض أو اللي على سفر ما يصومش ويعوض الأيام دي في أيام تانية. وقال برضو في آية من آيات كتابه الكريم وتشريعه السماوي: بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وإن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. الآية الكريمة حددت إن الإطاقة للصيام مرتبطة بالقدرة على الصيام وبطبيعة العمل اللي بيأديه أي واحد فينا، وإن ممكن يكون حد مش قادر يصوم، فالبديل إنه يطعم المسكين. الدين دين يسر، سهلوها على الناس، علشان اللي حصل لأحمد رفعت ممكن يحصل لعامل بنا واقف في الشارع في عز درجة الحرارة اللي بتتجاوز 40 وبيبقى صايم، أو عسكري المرور، أو ناس رايحة امتحاناتهم، أو ناس بتأدي تدريبات شاقة في الجيش أو الشرطة وبتقف تحمي الحدود في درجات حرارة صعبة وظروف قاسية. أرجو من المؤسسة الدينية
إنها تطلع تبين للناس إن الدين يسر مش عسر. ربنا سبحانه وتعالى خلق العباد وشملهم برحمته. إن مع العسر يسر. مفيش داعي للمشقة اللي ممكن تضر أي بني آدم وتكلفه عمره، لأن الخسارة بتبقى جسيمة. ربنا يرحم أحمد رفعت ويصبر أهله وكل محبيه ويتغمدوا بواسع المغفرة ويدخلوا فسيح جناته.